وصلنا إلى ولاية بركة. معنا مشروع، هذا المشروع طبعا سابقا المالك ما عجبتنا الواجهة كانت حافة، نحن نقول بالكامل ما مقبولة، نحن نقول ما مقبول ان هذه تكون واجهة مشروع. راح اعطيكم التغطية لهذا المشروع وكيف كان سابقا انا مصورنه، ما عندي الا اسمه، بعد اعطيكم الصورة. شوفوا الصورة وشوفوا التطوير وشوفوا العمل في هذه واجهة المشروع سابقا. نشوف النوافذ، نشوف الديزاينات، يعني نوافذ غرف بهذه الحجم ما شاء الله، صغيرة جدا جدا جدا. ونشوف تطوير 3D، شوف 3D ما واضحة بس بيوضح معكم في الواقع وفي الموقع. راح نعطيكم تغطية أيضا في الموقع. هذا التعديل والتطوير، وبعد ذلك أيضا نفذناه وعدلناه في الموقع. هذا المشروع حاليا في مرحلة التعديل. شوفوا ما شاء الله مدخل السيارة. طبعا هنا معنا السور، نشوف الواجهة كيف كبرنا أحجام النوافذ، أضفنا ديزاينات. حتى اللي يسأل عن ديزاينات، هذه سمنت بورد، 1 2 3 الأعمدة سمنت بورد، 1 2 3. أيضا الديزاين هذاك 10 سنتي سمنت بورد. الديزاين اللي هنا فوق آخر أيضا سمنت بورد، أضفنا هذا. وبعد ذلك أيضا المالك عجبته فكرة الدبل هايت، وأضفنا له دبل هايت للجانب هذا، جانب صالة الطعام وغيرها. أضفنا له هذا الجزئية، هذه الجزئية كانت كلش ما موجودة، أضفنا له هذه بنافذة كورنر تكون دبل هايت بالكامل. شوفوا ما شاء الله عدلنا فيه تعديل. وأيضا ضفنا هذه الجلسة، هذه الجلسة سابقا عبارة عن موقف، بعدين حطيناها جلسة خارجية.